كان في موقف حدث انه بعد ان هزم منافسه الاسرائيلي إيريك زائيفي ضمن منافسات الجائزة الكبرى للجودو وزن 100 كيلو جرام ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة اللي اختتمت منافستها يوم الأحد في ألمانيا، رفض مصافحة اللاعب الإسرائيلي، موقف في كل الأحوال يستحق عليه التحية. كابتن رمضان أهلا بيك. السلام عليكم، ازي حضرتك يا استاذ وائل؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كابتن رمضان، أولا المنافس الإسرائيلي انت هزمته في المباراة. الحمد لله بفضل ربنا. هو حضرتك اقول بس حضرتك حاجه، ان مفيش المفروض اصلا في الجودو مفيش سلام بالايد. انا شفتك بس في المشهد اللي هنشوفه بعد شوية. انا شايفه على الهوا معانا المشهد. انت يعني هو توجه اليك ولكنك تراجعت بعيدا. هو توجه ليه وانا فعلا في حضرتك في ماتش قبل كده اتلعب معاه برضه، بس انا خسرت فيه ما كسبتوش، وعمل نفس الحركه واتقدم برضه ان هو يجي يسلم وانا ما كنتش انا موافق وكده، فهم قاموا بقى بالاصطحاب الجرايد اللي عندهم والاعلام، قاموا بشتمت يعني وكده. هاجموك يعني؟ بشتيمه يعني، وقعدوا يقولوا عربيات فول وحاجات يعني ما يصحش يعني. عربيات فول يعني عشان المصريين بياكلوا فول يعني. والله الفول احسن، الفول احسن من شرب الدماء، يعني دماء الفلسطينيين ودماء العرب، على الاقل الفول افضل يعني. طبعا الحمد لله طبعا نعمة الاسلام. طيب يعني لما القرار الثاني هم قالوا ان انا هسلم عليه، المفروض بقى ان انا كسبان وهسلم عليه، انا قلت لهم هو المبدأ يعني، هو المبدأ السلام انا رافضه. فهم لما سالوني هنا في الاتحاد الدولي يعني ليه ما سلمش عليه، قلت لهم ما فيش سلام بالايد في الجودو، احنا بندي تحيه جودو وما فيش سلام بالايد. انا عايز هنشوف بيقول لي يعني في يعني ماتشات قبل كده سلمت بالايد يعني على لعيبه ثانيه ودول ثانيه وكده. يعني السلام ما بين الاصحاب، انا ما فيش اصحاب ما فيش سلام. طيب كابتن رمضان، هل تعرضت بعد المشهد الثاني ده لهجوم خلال الساعات القليله الماضيه؟ حضرتك والله انا بره يعني ما دخلتش على النت خالص، بس يعني ما قريتش يعني، لسه اما ارجع مصر هشوف اذا كان في كلام يعني على احنا هنشوف المشهد، هنشوف المشهد على الساحه اهو، وانت بتبتعد عنه يعني بعيدا. يعني هل فكرت وانت بتاخذ هذا الموقف ولا كنت محدده من البدايه؟ لا، هو حضرتك انا محدد الموقف من الاول يعني، هو الموقف بالنسبه لي موضوع رفض يعني، مش موضوع اللي انا كسبت عشان كده ما سلمتش عليه او خسرت عشان كده ما سلمتش عليه. يعني كل واحد ليه راي يعني انا رايي اللي انا ما فيش كلام بيننا وبينهم، وانا ولا يعني انا ما اشتمهمش بحكم ديني، يعني ديني يحكمني اللي انا ما اشتمهمش، ولا انا ما ضايقهمش، او اللي انا يعني انا اي كلام من دوت ما فيش. هم حتى لما شتموا انا ما شتمتش. طيب واضح اهوت، احنا بنعيد المشهد تاني وهو يتوجه اليك وبعد كده انت تراجعت الى الخلف. بس عايز اسالك، كان في يعني بعض اللاعبين في مسابقات من هذا النوع ايضا كانوا ياخذون موقفا اكثر عنفا يعني، او اكثر حدة في التعامل مع الاسرائيليين، انهم كانوا بيرفضوا انهم يلعبوا المباراة تماما. هل كان من الصعب انك ترفض انك تلعب؟ هو مش هو طبعا هي يحصل مشكله هنا في الاتحاد الدولي، بس انا دي مش مشكلتي، انا مش مشكلتي في الاتحاد الدولي. انا اللي برفض مبدا ان الواحد ما يلعبش ضد اي لعيب اسرائيلي اصلا يعني. هو الموضوع موضوع جهد يعني، انا الواحد يعني انا بتعب وبتمرن واجي مثلا فلنفرض في الاولمبيات يعني، ربنا يكرم ان شاء الله، اول ماتش اسرائيلي هو مرفض ان انا العبه. هو مش يعني انا شايفها مش من العدل يعني. وبعدين مش انت شايف ان انت انا هضايقه في ايه لما انا ارفض اللعب ضده؟ شايف ان انت هنعاقب نفسنا. يبقى انا بعترف بيه، او مش معنى ان انا ما بلعبش معاه برضه اللي انا ما بعترفش بيه. طيب يعني انا بقول لانه كان في مسابقات مماثله كان في بعض اللاعبين رفضوا اللعب، لكن كان في اتجاه تاني
انه بهذا الشكل يمكن ان نكون نعاقب مصر ونحرمها من ميدالية ومن فوز، لكن في ناس تانية تقول طبعا هو ده اعتقادي. لا يعني حرام الواحد يحرم بلده ان هي العلم يترفع. طب ما انا ممكن اسيب الماتش، وفعلا لو كنت سبت الماتش كان هو علمه هيترفع، يبقى انا استفدت بايه؟ طيب كابتن رمضان درويش، انت مرتاح من هذا التصرف تماما؟ هو هتتهاجم مثلما هجمت في الموقف الاول، لكن انت مرتاح من هذا الموقف تماما يعني؟ لا انا الحمد لله، انا ما فيش اي نوع من التردد ولا اي نوع من يعني هو قرار انا واخده، يعني مش عارف ايه عواقبه يعني وايه اللي هيحصل، بس انا قرار واخده. يعني هو معنى السلام اللي انا يعني هو ما فيش علاقه بيننا وبينهم، ما فيش تعامل بيننا وبينهم، بس هو ديني يحكمني ان انا ما اشتمهمش، ما اعملهم انا ما عملوش وحش، انا طيب. بشوفهم ومدربك وافقك على هذا التصرف، وكل البعثه المرافقه وافقتك على هذا التصرف يعني؟ هو قرار مني انا، طيب. هو اول عن اخر، هو قرار مني انا، يعني انا ما خدتش راي الفرقه، ما خدتش راي المدرب. طيب الكابتن رمضان درويش لاعب الجودو المصري الذي رفض مصافحة اللاعب الإسرائيلي وانصرف بعيدا عنه حينما توجه إليه اللاعب الإسرائيلي، نوجه إليك التحية، ألف شكر. موقف